بس قبل ما امشي عاوز اقول لك على حاجه. اتهو على العشره اللي عشتها معاك. قاعد لا بيا ولا عليا، والاقي الفتانه دي جايه تقول لي الحق مش جبس مصر بيخون مراته وصورته وقفشته في شقه مع واحده. يا فتانه يا فتانه اللي موديانا في داهيه، بيخونها ايه بس؟ ده الراجل بيحب مراته وبيموت فيها. ده انت فتانه، ده انت هتروحي من ربنا فين؟ هو ايه الحوار يا جماعه بتاع جبس مصر؟ روحي انت بقى، انت كده مش عايزك دلوقتي ايه الحوار بتاع جبس مصر؟ انا عايز افهم. جبس مصر بيخون مراته ولا جبس مصر بيشتغلنا احنا؟ عايز اقول لكم ان الموضوع كله كده على بعضه ما هو الا تمثيليه. عايز تعرف تمثيليه ازاي يا باشا؟ اعمل لايك شير سبسكرايب، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويا ريت تفضل عضو في مملكه سام. وزي ما قلت لك، دخلت المملكه بمزاجك هتخرج منها بمزاجك. دلوقتي عايز اقول لكم ان الموضوع كله قصه وكلها تمثيليه اساسا، وتمثيليه هزليه بيضحك علينا فيها. القصه كلها بتبدا ان مسلم الله اعلم بقى جالها تليفون حد من حبايبها قال لها الحقي جبس مصر بيخونك. خدت بعضها وطلعت على المكان اللي فيه جبس مصر، وتدخل على الشقه ما بتدورش الشقه شمال ولا الشقه يمين، هي الشقه دي يعني انت جايه وعارفه الشقه اللي انت داخله لها يا مسلم هي ايه بالعين. هو سؤال بس يا جبس، هو الست اللي انت كنت عندها كانت لسه ماسحه وقالت لك اقلع الكوتش بره، ولا كانت بتمدك جوه؟ ما احنا عايزين نفهم يعني ايه الهدف من ان الكوتش يفضل قدام باب الشقه؟ ما لو واحد بيخون مراته ولا كده ومش متفق معاها، هيخبي الكوتش هيدخله جوه. تاني حاجه ان مفيش قدام باب الشقق كلها جزمه محطوطه ولا شبشب محطوط زي ما شقتي كده كلنا حاطين الشباشب والجزم بتاعتنا، مفيش غير الكوتش بتاعك يا راجل يا مؤمن. ليه؟ مفيش غير الكوتش بتاعك يا مؤمن. ده اكيد الست كانت قرفانه من ريحه رجليك عشان كده قالت لك اقلع الكوتش بره. بعد كده المسلم بقى تروح مخبطه على باب الشقه، تقوم فاتحه لها الست ونلاقي رياكشن غريب من الست. يعني انا مش فاهم الرياكشن ده ايه بصراحه. يعني واحده جايه تقفش جوزها معاكي، ايه الرياكشن ده؟ السلام عليكم. حلوه الصدفه دي. تدخل بقى مسلم على الشقه وتلاقي اندرتيكر قاعد ولا جون سينا مستني يعمل الفينش بتاعه. اوعي اوعي. طب بتعمل ايه هنا يا محمد؟ ايه القعده اللي انت قاعدها دي يا جبس؟ وشيشه بقى وكلام من ده وحاجات من دي ولزوم القعده؟ كان ناقص تجيب لك ازازتين بقى عشان تحبك القعده يا باشا، يعني عشان تبقى الفيلم متصور صح، ازازتين كده خضر كده يتحطوا فتحبك القعده مع حاجتين كده ملفوفين، فنقول ان الدنيا تمام. وفي وسط ده كله مسلم شغاله تصوير، هو كده الحرامي بشيلته، لازم اجيبك بشيلتك كده من قفاك كده وافضحك قدام الدنيا كلها. وبرضه في وسط ده كله الست واقفه في حاله انهيار. لما تعرفني مين دي؟ نزلي التليفون عشان نعرف نتكلم. ومسلم عماله تشتم فيه، ومسلم عماله تهزق فيه وتقول له بتخني مع دي ومش مع دي. محدش مسك ايدك غيري، محدش خليك تبطل المخدرات وتروح الجيم غيري، وده جزائي. وفي نقطة نرجع لها في فيديو تاني لجبس مصر، وبيقول إن الست دي مراتي. ليه الشخصيه اللي انت شفتها معايا دي تبقى مراتي؟ الكلام ده انا ما كنتش حابب اقوله عشان عارف ان انتوا ممكن يزعلكم مني. هو ألف به كده زي ما شفنا في الأفلام العربية، لما واحدة ست بتخش تقفش جوزها مع واحدة وبتفضل تشتم تشتم تشتم، التانية بتقول لها اخرسي قطع لسانك، ده جوزي على سنة الله ورسوله. يعني هي الفكرة كلها أنت واقفة مذهولة. يا جماعة أنتوا بتشتغلونا، والله العظيم أنتوا بتشتغلونا. فاكر برضو قبل كده عملتوا لنا حوار إن أنت طلقت مسلم وما بتردش عليك وما بتسألش فيك وحلقت شعرك قدام الدنيا كلها، وفي الآخر كان الحوار كله ضحك على الدقون وإن أنتوا بتشتغلوا الناس عشان الريتش بتاع القناه بتاعكم يعلى. وطبعا في وسط ده كله عشان نحبك الليله لازم بقى نسمع شويه شتايم حلوه، لازم نقول يا حشاش يا بتاع المخدرات يا بتاع كذا يا بتاع كذا، انا اللي لمتك، انا اللي نظفتك، انا اللي لميت وراك، انا. محدش خليك تبطل المخدرات وتروح الجيم غيري، محدش صلح حالك غيري. اروح اخلعك بالفيديو ده، شكلك هيبقى زباله اكتر ما هو زباله. وفي الاخر مسلم بتختم الموضوع بتفه في وش جبس مصر. بسم الله الله اكبر، هندخلك عليها الاولمبيات. بسم الله، اسرع تفه واقوى تفه. انا ماشيه عشان سايبه العيال لوحدهم، بس قبل ما امشي عاوز اقول لك على حاجه. اتهو على العشره. هندخلك بالتفه دي يا مسلم بطوله التفه على مسافات بعيده ومسافات طويله. انا ما عنديش حاجه تانية اقولها، مش هتكلم في اي حاجه تاني، واعملوا حسابكم اي حاجه مسلم تقولها او قالتها انا راضي بيها.
لا يا جبس مصر، انت بص انت بتحط السم في العسل. يا جماعه بلاش تتكلموا، بلاش تقولوا، بلاش تجيبوا سيره مسلم عشان الناس تقول وتعيد وتجيب سيره مسلم، وانت الترند يعلى عندك اكتر وانت الريتش عندك يعلى اكتر. يا جماعه بطلوا اشتغالات والله العظيم. حتى بعد ما مشيت وبعد ما صورت اللي هي صورته ده ما ادتنيش حتى فرصه، لو حتى بعت لها رساله على واتساب، بلوكات في كل حته، اكلم اهلي يوصلوا لاهلها مش عايزه ترد عليا. مسلم قافله التليفون ما بتردش عليا، برضه كانت قبل كده مسلم قافله التليفون وما بتردش عليك وعملت لك بلوك. مسلم وسطت ناس واهلي وقرايبي عشان يروحوا يفهموها الوضع ومش عارف ايه، ومسلم دلوقتي بتسمعني عن طريق الفيديو اللي انا بقدمه. برضه مسلم قبل كده قلت الكلام ده. الفكره كلها يا جماعه انا برضه مش قادر اقول ان الموضوع حقيقي او كده، بس بنسبه كبيره انا حاسس ان الموضوع فيك، وان ما هو اكتر ان انت عشان تعلى بالريتش بتاع القناه بتاعتك فانت بتعمل بوم زي ما عملت قبل كده بوم في الفيديوهات بتاعتك، والطلاق والجواز والنيله والخيانه واخواتك يشاركوا، وابويا بيشتمني وابويا بيلعن سلسفيلي وابويا بيعمل فيا وبيسوي، وفي الاخر كانت كلها ضحك على الدقون وان انت بتضحك علينا. يا جماعه جبس مصر بيشتغلنا. بالنسبه للناس اللي عماله تقول ترند، انتوا عارفين جبس كويس، وانتوا عارفين الحمد لله ان ربنا وهبني بدماغ كويسه واعرف اعمل اي حاجه على السوشيال ميديا وعلى يدكم. انا مش لسه طالع النهارده يعني بقدم نفسي، انا موجود بقالي 4 سنين على السوشيال ميديا. يا ريس انت من كتر الكذب بتاعك على الناس خليت الناس ما عندهاش اساسا مصداقيه معاك، والناس مش قابله ان هي تسمع لك وما بتفكرش غير انك بتكذب عليهم وبتحور عليهم. في ناس كده تعشق اللي قدامها ان هو بيتهزم وبيقع، زي ما في ناس مندسين فيكم في مملكتنا اللي بتحبنا وبتقف جنبنا، في ناس مندسين فيهم لما بيشوفوا اي لقطه زي كده يخشوا وتصادف ان هي لايكه. انت عملت زي اللي عمال يقول انا بغرق انا بغرق انا بغرق ويطلع يضحك على الناس، وفي الاخر لما كان بيغرق فعلا وبيقول للناس الحقوني الناس قالوا لا ده بيضحك علينا زي كل مره، وطلع بيغرق وغرق. فانت باللي انت بتعمله يا جبس انت بتغرق نفسك. انا عايز اقول لك انت بتغرق نفسك، ولو انت متجوز الست دي على سنه الله ورسوله يا باشا يبقى حقك ومحدش يقدر يلوم عليك، لان شرع ربنا ما بقاش عليا، واظن ده من حق، واظن انا ما بعملش حاجه حرام، واظن كل اللي انتوا عمالين تقولوه ده هيشيلكم سيئات كتير. ليه تظلموا واحده وتقولوا فيها اسوأ الذنوب اللي انتوا بتعملوها؟ ذنبها ايه ان هي حبيتني يعني؟ ونقول لك بقى يا مسلم ارجعي واستهدي بالله وهتبقوا ايه زي السمنه على العسل انت وضرتك. بس في ناس موجوده في حياتها مش حابه جبس يكون احسن، حابه جبس يكون على طول بيشرب مخدرات، حابه جبس على طول يكون مش موجود في الواقع. وبسم الله الله اكبر هتعملوا فيديوهات حلوه انتوا الاثنين وتركبوا الريتش اكتر ما هو مركوب. حتى اصلا مش حابه حاجه زي كده، ولا داخله في طمع، ولا داخله بقى ان هي واخده يوتيوبر وان هي عايزه تبقى يوتيوبر وان هي عايزه تبقى موجوده على السوشيال ميديا، والله العظيم ولا خالص، ولا في اي حاجه من الكلام ده. بس الفكره كلها انا بقول لكم انا حاسس بنسبه 90% او يمكن 99% ان هياخد له الموضوع ده اسبوع 10 ايام، وفي الاخر جبس مصر هيرجع للمسلمين وهي كنا بنضحك عليكم ولا في جواز ولا في يحزنون. الفكره كلها ان الموضوع شكله على بعضه ريتش في ريتش في ريتش. مبسوطه دلوقتي يا مسلم وانا بقول قدام الدنيا كلها ان اصاله تبقى مراتي؟ على فكره الست دي اقسم بالله بتحبك جدا. وبرضه يا باشا انت اللي انت بتعمله معانا صح، احنا بقالنا فتره مش لاقيين ترند نمسك فيه عشان نطلع نعمل فيديو، انت برضه بتركبنا ترند، انت عايز تركب واحنا برضه عايزين نركب. زي ما قلت لك انت دخلت المملكه بمزاجك هتخرج منها بمزاجك، بس قبل ما تخرج من المملكه ما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام. مع السلامه.